هرم كمان مستثمر نبي دستيا جيبجيكار اسباسي عمل بنا رهبية كم واستقامون دفانيا جفاتا ايرو وهاتي الدار خصن بشتي كونغري مي جواني اجوارا مخي لكيتيان بسكارن كردستان سوريا دافيانيش بورا بشتي الدار خصن سركفتنا كونغري دو يمين كيتيان بسكارن كردستان سوريا روجا إلي شاري مها ششا 2021 لباجار قامشلو نبرا دكوانا دا هولا عفرين داويدا دستيا جيبجيكار آنو هادا هالبجارتن روجا إلي يازده مها ششا 2021 دستيا جيبجيكار جبينا قا يا قشتي لدار خست ولبوري ياسيا هندرين مامستا لقمان يوسف بو سروكي كيتيان بسكارين كردستان سوري سروكاتيا يكيتيان بسكارين كردستاني راحتا هالمجاردن ومامستا نايف تشبيرو جيجري سروك هروها دستيا جيبجيكار ومتين خوا ينتيبا دامزران دستيا جيبجيكار قامشلو يازده مها ششا 2021 يا يكيتيان بسكارين كردستان سوري جي كونغريما وفنجان الداوي قناة هيلن جبوي بلدنا أسفازن بيانا يكتياما بزمان عربي بيان في الرأي العام بعد انعقاد المؤتمر الثاني لاتحاد كتاب كردستان سوريا بتاريخ 4 6 2021 في مدينة قامشلو صارت عفرين بنجاح وبحضور 119 أفضل وحضور ممثلين من منظمات المجتمع المدني والحركة السياسية وكذلك الشخصيات المستقلة وبعد جلسات المؤتمر المغلقة والانتهاء من صياغة النظام الداخلي ووضع آلية العمل في الفترة القادمة وانتخاب مكتب تنفيذي جديد للاتحاد انعقد اليوم في 11/6/2021 اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب كردستان سوريا في المكتب المركزي للاتحاد في مدينة قامشلو، وانتخب الكاتب لقمان يوسف رئيسا للاتحاد والكاتب نايف تشبيرو نائبا للرئيس. كذلك تم تشكيل مكاتب الاتحاد التخصصية وآلية عملها في الفترة القادمة. اتحاد كتاب كردستان سوريا المكتب التنفيذي قامشلو 11/6/2021 استاذ